السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا جماعة ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هنشوف هنعمله ايه مع حكاية النوة دي. خلاص الحاجات المهمة تعملوها على الحمام، وللأسف في حاجات حصلت لي النهاردة ومن المرة التانية. خلاص وحبيت برضه اقولها لكم معايا، ومش عارف بص لو في حل حد يعرفه يقول لي عليه. خلاص طبعا قبل ما نبدأ متنسوش تطلعوا على وتعملوا لايك والاشتراك في القناة عشان نوصل لكم كل جديد. طبعا بصوا انا حطيت الستارة جو ما يعلم بها الا ربنا، وقفلت على الحمام من هنا تاني. بصوا المشمع بس مش القفل اللي هو برضه يعني. بصوا طبعا بقى بصوا حصلت لي مشاكل يعني اليومين دول مع الحمام ياما. طبعا بصوا شايفين كل الحمام كاشش ازاي، الحمام كله كاشش. طبعا الجو سقع يعني انا واقف في البلكونه اصلا جسمي سقع. خلاص طبعا انا شلت هنا اسمه ايه ده الطارة اهي، حطيتها في الارض بحيث ان هو موقعش على دماغ حد. خلاص طبعا بقى نيجي نعملها مع الحمام. هقول لكم تعملوا ايه مع الحمام، بس قبل ما نقوله هقول لكم الحاجات اللي حصلت لي. طبعا يا جماعه بصوا يعني الفيديو ده انا عامله بصراحه زعلان جدا. طبعا ايه اللي حصل لك؟ ماشي دي ماشي حاجه عاديه. دخلت امبارح عند الحمام اهو، بسم الله ما شاء الله. دخلت طبعا ايه ببص على الحمام كالعادة، ببص لقيت الطيرة دي جالها دمعة عين. بص انها عاملة ازاي، بس دلوقتي هي خفت شوية طبعا ايه اهي. بص هنا من هنا، بص دي، بص دي. خلاص ولقيت الفرد ده يعني كاشش على طول، يعني مش من حكاية ساعة، هو تعبان من جوه الزغلول ده تعالوا كده. طبعا هو ايه داخل على شقفة، داخل على شقفة. حطيته امبارح في الجين، وحطيت التيرة دي نفس الدواء بتاع المرة اللي فاتت. خلاص طبعا ايه تاني، طبعا اول ما دخلت لقيت دي عادي. طبعا في الشتا بقى المفروض نعمل ايه؟ بص الجو عامل ازاي، بص الجو سامعين، بص. طبعا المفروض في الشتا نعمل ايه يا مؤمن مع الحمام ده؟ طبعا اول حاجة نضف الحمام كله. ليه بقى؟ بحيث الحمام اللي هو فيه التراب بتاعه الرفيع ده، فبيعمل الحمام ممكن يجيله ضرب دمعة عين من غير ما تعرف. خلاص طبعا انا قفلت على الجنب ده بحيث اللي قلت الهوا ضرب في وش الحمام، فعشان كده جاب لي دمعة عين هنا. خلاص الهوا ضرب كده في وش الحمام، شفت الهوا جاي لي ازاي؟ جاي لي كده اهو. تمام. طبعا اكتر حتة طبعا هدقدق فيها بالسمنت دلوقتي، لسه هعملها دلوقتي اي كلام. طبعا نضفت لهم كلهم اهو، الحمام كله نضفت له كله اهو. خلاص نضفت لهم كلهم، دي اول حاجة تعملها. تاني حاجة تبدأ تدي للحمام ايمولانت. ايمولانت اللي مش عارفه هو محطوط لكم على الشاشة. خلاص طبعا ده رافع مناعة عشان الجو ده بيضيع اي حمام. خلاص دي تاني حاجة ندوها للحمام في الشتاء. هو الفيديو ده هيبقى قصير شوية، هيبقى قصير على طول. خلاص ندي ايمولانت. طبعا انا ما عنديش دلوقتي ايمولانت، انا هنزل الصيدلية اديت بشر يا جماعة، سعره حوالي من 10 أو 15 جنيه. خلاص دي كده تاني حاجة. تالت حاجة لو ما عندكش ايمولانت ممكن تدي عسل. خلاص تحط عسل في المية بيرفع السعرات الحرارية للحمام، تديلهم عسل. طبعا الحمام بص كله كشف سقعان، كله سقعان. طبعا تالت حاجة والمهمة طبعا تمسك كل حاجة تنضفها. يعني بصوا انا لسه ما حطيتلهمش مية، نضفت كل البرايم بتاعت المية. ليه بقى؟ بحيث لو الحمام عمل زبلة في الوقت ده هيتعب على طول، مش هيستنى. غير الاولاني يعني اللي جوه عادي ممكن فرد يستحمل، دلوقتي لا. فايه نضف كل البرايم للحمام. خلاص تبدأ مثلا انا هحطشهم دلوقتي كلهم اهو، وهبدأ اديهم كلهم دفعة فريجين. تمام. احط لهم ايمولانت في المية. ممكن ادي ايمولانت الاول. دي كده تاني حاجة. تالت حاجة قصدي. رابع حاجة بقى حط التحديق للحمام. خلاص تحديق للحمام اهو. تمام. انا حطيت كل النهارده تحديق. طبعا انا ما نزلتش سوق الجمعة عشان اجيب، فاضطريت خدت الشاكوش اهو. خلاص ودخلت ايه جبت الطوبة اهي بتاعت الحمام.
طبعا كان حجمها كبير فانا خلصت عليها. ده تمام. نيجي للامر المأساوي اللي حصل معايا. طبعا الحمام عادي، اي حد بيبقى عنده حمام عادي او غزار بيحضن تحت اي قص، خلاص بيستخدم تحديد. طبعا انا كان عندي القص العادة دول بسم الله ما شاء الله ايه بايدين عندي، فقلت ماشي لقيت التيرا الاسترالي ديت محصية في نفس الوقت. بص كده، دي لقيتها محصية في نفس الوقت التيرا اللي في الصفيحة، فحطيت الزغاليل عادي. ببص بصيت عليهم بالليل لقيت الزغاليل واكلين تمام وكل حاجة كويسة. صحيت الصبح ببص انا هحط لكم الصورة اهي، خلاص اهي، خلاص ادي الصورة. طبعا لقيت هم حمام الزغلول يعني، لقيت الفار بصوا. طبعا انا عامل ايه دلوقتي؟ بص انا حطيت ده بحيث ان هو ايه الفار ما يخش لهمش تاني. لقيت الفار واكل ماسك الزغلول الكبير فيهم وكأنه قسمه من النص كده واكله من النص. الصبح وانا بنضف بشد الصباح عشان انضفها من جوه، واشد ايه الطاجن انضفه واحط التحديد. بشد الطاجن حسست بايدي لقيت الفرد واحد بس. ببص قلت ممكن ما يكون وقع من الطاجن، ببص جنبي هنا لقيت حاجة ساقعة متلجة، فمسكتها كده ببص لقيت الزغلول مقسوم نصين. طبعا انا رميته دلوقتي مصورتوش الا صورة واحدة، خلاص. طبعا سامعين الهوا، طبعا اهو اللي قلتلكوا كشاف. بصوا كده مفيش الا زغلول واحد، وانا حطيت ده انا مسكت السلك دوت، وانا برضو في زغلولين فربنا يستر عليهم. خلاص يا جماعة. طبعا انا زعلان جدا والله العظيم، يعني الزغلولين دول انا بتعب فيهم جامد ويجي فار معفن ملوش ستين لازمة يجي ايه قتلي الزغاليل. طبعا الحمد لله. طبعا دلوقتي انا هفتح عليه عادي اول ما بيجي المخبية عشان الفراخ بتيجي على بالليل يكون انا مش موجود اصلا، فهبدأ اشيل ده تاني. يعني دلوقتي هشيل ده بحيث الحمام ياكل كويس ويشرب كويس. اول مغربية كده هاجي مقفل عليه قفل تاني. انا دلوقتي بس حبيت اوريكم اللي حصل معايا. خلاص. طبعا دلوقتي انا دلوقتي ما عنديش عسل، فهحط الحمام ده كله ايه بقى دلوقتي، هحط له ايمولاند. خلاص ايمولاند. طبعا بس كده كانت حلقتنا النهارده. انا حبيت بس اوريكم اللي حصل، تمام؟ عشان برضه لو حد بيربي سايب وعنده فئران. بصوا يا جماعه، اكتر حاجات عدوة لنجاح في الحمام العرس والفئران والسقورة والبوم. خلاص، دول أسوأ حاجة تدمر أي غاوي مهما كان هو ايه. طبعا دول السايب ده كده. انا دلوقتي انا اصلا ما عنديش مكان اشيلها، حتى لو انا عندي مكان شلتهم من الصفايح وحطيتهم. بص انا ما عنديش مكان، انا بسم الله ما شاء الله كله ايه، كله مليان. خلاص. طبعا بس كده كانت حلقتنا النهارده. متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه عشان توصلوا كل جديد، ولو في اي نصيحه يا جماعه اكتبولي في التعليقات.